لو كل يوم تعملي أكل وولادك يغلبوكي ويسيبوا بقية الفراخ بتاعتهم، اوعي ترميها تاني. حوشيها كده في الفريزر وهنعمل لهم منها أحلى شوية شاورما وكمان شوية مكرونة بالوايت صوص. بس قبل ما نبتدي الوصفة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان حطي لايك. دلوقتي بقى أنا جبت الفراخ ديت أنا مجمعاها في الفريزر على مدار تقريبا 3 أو 4 وجبات. ولادي بيسيبوا النساير بحالها، فجمعتها كده وجمدتها. دي كانت فراخ مشوية وكنت حاطة لها فحمة وحاطة لها توابل وكده مظبطاها يعني. ودي كانت كلها عبارة عن يعني صدور فراخ. دلوقتي بقى بعد ما قطعتها هحط كده شوية زيت في الطاسة واحط حتة سمنة بلدي. الخطوة دي مهمة قوي، لازم تشوحيها في الأول علشان خاطر تتحمر كده معاكي وتدي اللون الذهبي. وبعد كده بقى حطيت عليها شوية بهارات شاورما وحطيت عليها شوية قرفة وفلفل أسمر، وقلبتها كده زي ما انتي شايفة معايا لحد ما لونها كده يعني يبقى ذهبي. لازم تتحمر في التوابل عشان خاطر ما يبانش ان هي كانت بايتة او في الفريزر. وبعد كده بقى قطعت بصلاية كده وكنت حاطة عليها شوية ملح عشان نزل المية بتاعتها، ودوت فلفل الوان كمان. مش بحط لها طماطم، ما تحطي لهاش طماطم عشان ما تديكيش كده زفارة يعني، لا خليها كده يعني بالفلفل وبالبصل بس. ودلوقتي بقى هابتدي إن أنا أملّحها وأغطّي عليها كده عشان خاطر إيه، البصل بس كده والخضار يا دوبك يدبل بسيط معايا. أنا باحب البصلة يبقى فيها قرشة سِنّة يعني بتقرش كده، مش باحبها مستوية أوي. ودوّة عيش، العيش دوّة جايباه من مطعم سوري، الرغيف ب2 جنيه بس. جِبت 5 رغيفة كده، ممكن تعمليه في البيت. آمم، بس أنا بصراحة باحس إن أنا مش باوفّر حاجة أمّا باعمله في البيت، لإن هو الرغيف حجمه كبير جدًا وكمان سعره مش غالي خالص. يعني لو أنتِ جبتِ العيش الطبيعي دوّة بيبقى الرغيف تقريبًا بجنيه، إنّما دوّة يعني مش بياخد وقت وبياخد مجهود. مش حاسة إن أنا يعني عايزة أعمله في البيت، باحس إن أنا باوفّر أكتر من باشتريه من برّه. وديّة تومية، قُمت جاية كده حاطة لهم بقى الفراخ كده زي ما أنتِ شايفة معايا، وحاطة عليها التومية. وبعد كده هابتدي إن أنا ألِف كده العيش. هاوريكِ لفّه بأكتر من طريقة، ممكن تلفّيه بالطريقة دي وممكن تلفّيه بطريقة تانية. أظن ما فيش أسهل ولا أروع من كده، وبجد جرّبي. نعمة ربنا ما اتخلقتش علشان تترمي، مش عشان ولادنا بيتدلّعوا علينا يبقى كل يوم هنرمي أكل. لأ، كل حاجة دلوقتي غالية وإحنا محتاجين ندبّر ونوفّر، وفي نفس الوقت برضه ما نهينش النعمة بإن إحنا نرميها. دلوقتي بقى هالِف كده الرغيف دوّة معاكم بقى بطريقة تانية برضه، هو بيتلف بأكتر من طريقة. وديّة تومية، يعني ممكن أنتِ تعمليها في البيت، بس أنا كمان شارياها من المطعم، يعني العلبة دي كلّها على بعضها كده ب5 جنيه، مش أكتر من كده. طبعًا أنتم عارفين ساندوتش الشاورما دلوقتي وصل كام برّه، طبعًا عمره ما هيبقى بالنضافة دي ولا بالجودة دي، وكمان الفراخ اللي بيحطوها الله أعلم هُم متبّلينها إزاي أو عاملينها إزاي. وبعدين سيخ الشاورما مش بيتباع كلّه في يوم واحد، يعني برضه بتكون بايتة. فما تخلّيش حد يضحك عليكِ ويقول لِك لأ فراخ بايتة إيه اللي هنطلّعها من الفريزر ونقعد نحوّشها. لأ صدقيني أنتِ بالطريقة دي بتعملي برضه حاجة أنضف بكتير أوي من اللي بنجيبها من برّه، وطبعًا كمان أوفر بكتير. دوّة بقى كمان تالت رغيف أهوّة، هالِفّه معاكم كده بالطريقة ديّة، بس المرّة دي كده كمان زوّدت له شوية موتزاريلا، قطع كده موتزاريلا، وهالِفّه معاكم بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. لفّي بقى بالطريقة اللي تعجبِك دي أو دي أو دي. وبعد كده تسخّني كده طاسة على النار أو تسخّني صينية على النار، مش بنحط فيها أي مادة دهنية، بندّي بس للرغيف كده لسعة. لازم الموضوع ده عشان خاطر لو في جبنة جوّه تسيح، وكمان عشان خاطر العيش يسخن معانا ويدّي كده قرمشة. تضغطي عليه كده بإيدِك علشان خاطر يعني إيه، يتحمّص معاكِ حلو. دلوقتي بقى هاعمل لِك المكرونة اللي بالwhite sauce. دلوقتي أنا حطيت شوية سمنة صغيّرين، حطيت عليهم كمان كده معلقة دقيق وشوّحتهم كويس، وبعد كده هانزل عليهم بنُص مكعب مرقة فراخ عشان خاطر آخد مكسبات الطعم اللي فيها. لو ما كانش حُطّي التوابل اللي أنتِ بتحبيها، يعني ممكن مثلًا ملح وفلفل أسمر وشعرة قرفة وشعرة جوزة الطيب. وبعد كده هانزل عليهم يا دوبك أشم بس ريحة الدقيق كده، هانزل عليهم بقى بإيه، بكوبايتين 2 من اللبن. ممكن بقى ما تحطّيش الكمية ديّة كلّها من الصوص الأبيض وتحتفظي بالباقي برضه في الفريزر لوجبة تانية، على حسب أنتِ ما بتحبي بقى المقدار. وطبعًا سلقت المكرونة كده
3/4 سلقة. يعني عموما المكرونة ما تخليهاش تاخد قوي سوا كتير عشان خاطر لسه هتاخد غلوة معانا في الصوص الابيض فما تعجنش معاكي. انا فضلت طبعا ان انا اعملها مكرونه سباكيتي، ودوت كان بقيه الميكس بتاع الشاورما حطيت عليه كده. انا بحب ان هو يكون خفيف الصوص الابيض علشان خاطر هو كده كده بيتقل لما بتحطي عليه المكرونه. وحطيت عليها المكرونه وطبعا ظبطت الملح والفلفل بتاعها. وبس كده بقى عندك وصفتين اجمل من بعض. بجد اقتصاديين جدا جدا، طبعا احنا عاملينهم يعني ببقيه المنابات بتاعت ولادنا عشان خاطر ما نهدرش اي حاجه. ودلوقتي بقى حطيت عليها كمان كده شوية موتزاريلا، كانت سايحة فيها وكان طعمها خطير، ما كانتش باينة خالص ان هي فراخ بايتة او حاجة، لان كده كده اللي احنا بنجيبها من المطعم بتبات يوم واتنين وتلاتة. وبس كده بألف هنا وشفا. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش طبعا تحطي لايك وتشتركي في القناة، وجربي بجد مش هتندمي. واشوفكم على خير الوصفة الجاية ان شاء الله. ولو عندك اي وصفة تقترحي عليا ان انا اعملها لك قوليلي وانا اعملها لك ان شاء الله الوصفة الجاية. وشكرا على حسن متابعتك. لو كل يوم تعملي